والآن الكلمة للسيد محمد البوكيلي رئيس المؤسسة، فليتفضل مشكورا. بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات السادة والسيدات، يسعدني باسمي واسم مؤسسة محمد البوكيلي إبداع وتواصل أن أسجل الشكر الصادق والخالص لكل الذين آمنوا واقتنعوا بجدوى تنظيم هذه التظاهرة الفنية الكبرى في دورتها الثانية، وأسهموا مشكورين في تيسير أسباب نجاحها، وأخص بالذكر السيد محمد الصبيحي وزير الثقافة، السيد عزيز رباح وزير النقل والتجهيز ورئيس الجماعة الحضرية القنيطرة، السيد إدريس الخوزاني ولي صاحب الجلالة على إقليم جهة الغرب شراودة بن حسن وعامل إقليم القنيطرة، السيد المكي الزيزي رئيس المجلس الجهوي. كما يسرني في نفس الوقت أن أعرب عن أسماء عبارات الترحيب بالزملاء الفنانين التشكيليين الذين لبوا دعوة المؤسسة للإسهام في أعمال الملتقى من دول عربية شقيقة. حضرات السيدات والسادة، لقد ارتأت مؤسسة محمد البوكيلي إبداع وتواصل أن تكون هذه الدورة دورة شخصية من شخصيات الرواد الأوائل الذين كان لهم شرف تأسيس الحركة التشكيلية وإثراء الهوية الثقافية المغربية المعاصرة، والذين تخرجت على أيديهم أفواج من أجيال الفنانين التشكيليين، وأعني بهم المرحوم سيدي محمد السرغيني أول مغربي درس التشكيل في بلادنا، وتقديرا من المؤسسة للفنانين الذين أسهموا إسهاما لافتا في الحقل الثقافي وكان لأعمالهم صداها الطيب. فقد ارتأت أن تكرم دورة هذه العام كلا من الفنان عبد السلام نوار من تطوان والفنان محمد العسوري من القنيطرة، واللذان يستحقان التكريم وأكثر من التكريم لما أعرب عنه من خلال أعمالهم الفنية من إخلاص وتفان في خدمة الثقافة وفي إعلاء شأن الثقافة الفن التشكيلي المغربي. حضرات السيدات والسادة، لا يخفى عليكم أن الوضع التشكيلي العام في العالم العربي وعلاقته بالأهداف المنشودة في مسار الحقل الثقافي يحتاج إلى أكثر من وقفة، ولعل أبرز القضايا التي تصدرها مسار الحركة التشكيلية المعاصرة تهم بالأساس إشراك عصاميتهم. لذلك ارتأت مؤسسة محمد البوكيلي إبداع وتواصل أن يكون شعار الدورة ومحورها هو نحو دراسة أفضل لقضايا التشكيل وترويجه، ليصبح مسار الحركة التشكيلية المعاصرة قضية المجتمع كله وليس قضية التشكيليين وحدهم، وحتى يتمكن الفنان التشكيلي العربي من القيام بدوره الحضاري كاملا في الرفع من مستوى ثقافة الإنسان العربي. إن الأمل المعقود على أن تكون دورة الملتقى ورشة مناسبة للتفكير في الجماعي وفرصة للحوار حول مناهج تطوير فاعلية وسائل ترويج أعمال الفنانين التشكيليين. وبإكبار بالغ تغتنم المؤسسة افتتاح هذا الملتقى لتتوجه بالشكر والامتنان إلى مقام حضرة صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصر الله لتفضله بالرعاية المولوية السامية المتواصلة للثقافة والمثقفين، ضرعة إلى الله أن يقر عينه الكريمة بولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير الجليل مولاي الحسن وشقيقته صاحبة السمو الملكي الأميرة الجليلة لاله خديجة. وختاما يسعدني أن أجدد شكري وترحيبي بزملائي الفنانين التشكيليين المشاركين، كما أجدد آيات تقديري لكل من أسهم في التحضير لتنظيم هذه التظاهرة الفنية العربية الكبرى التي نتمناها كامل النجاح. والسلام عليكم ورحمة الله. شكرا للأستاذ محمد البوكيلي. والآن أعطي الكلمة للسيد محمد السنور المدير الجهوي لوزارة الثقافة بجهة الغرب شراردة بن حسن، فليتفضل مشكورا. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين السيد رئيس مؤسسة محمد البوكيلي إبداع وتواصل. أيها الحضور الكريم، اسمحوا لي في البداية أن أتقدم بخالص الشكر إلى مؤسسة محمد البوكيلي على هذه المبادرة الطيبة التي تسعى إلى النهوض بالثقافة التشكيلية بالمغرب وانفتاحها على تجارب الأقطار العربية من خلال نخبة من الفنانين التشكيليين المبدعين العرب ضيوفنا الأعزاء في بلدهم الثاني المغرب. كما أتقدم بالشكر إلى جميع الجهات التي دعمت هذا الملتقى الثقافي الثاني
والذي يكرم الفنان المرحوم محمد السرغيني الذي أثر بعطائه في الفن التشكيلي المغربي. إننا بوزارة الثقافة على استعداد دائم لتدعيم وتشجيع مثل هذه المبادرات الهادفة التي تساهم لا محالة في إغناء الثقافة المغربية وفي إعطاء الفن التشكيلي المكانة اللائقة به، وكذلك في تدعيم الدبلوماسية الثقافية والتي هي إحدى المرتكزات الخمسة الاستراتيجية لوزارة الثقافة. أتمنى النجاح والتوفيق للمشاركين في هذا الملتقى الثقافي، ومرة أخرى مرحبا بالأشقاء العرب في بلدهم المغرب، وشكرا.